السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم نور القاضي من مطبخ نور القاضي. النهاردة هعمل لكم طاجن البامية القمر ده. كل اللي كل البامية مني عشقها بجد، انا بعملها جميلة جدا، وبرضو انتوا وذوقكم حبيتوها جربوها. فكل واحد ليه نفس كده في الاكل، بس هي بصراحة بتطلع مني تحفة، واتمنى ان انتوا تجربوها. خليكم معايا. جبت حلة فاضية، حطيت فيها معلقة سمنة. اول ما السمنة تنزل تسيح كده هنزل شوية عليها بالزيت، هقلبها كده، وهنزل بشوية دقة. فاكرين الدقة اللي انا كنت عاملاها للسمك؟ هي دي الدقة. هقلب كده اول بقى ما التوم يتحمر كده شوية، يدخل في السوا، هنزل عليها بالفلفل اللي مخزنينه، الفلفل اللي هو البارد الاحمر، شوية توم. قلب كده، تشم بقى الروايح اللي في الدقة اللي احنا كنا عاملينها السمك، التوابل اللي كانت فيها طلع كلها بقى ريحتها. وننزل بقى بالبصل، وبعد كده هنزل بالصلصة. دي طماطم عصراها ومصفياها، نديها بقى تقليبتين حلوين، ونوطي على النار ونسيبها بقى تتعسل. هنحط قبل ما نقفل عليها نحط معلقة سكر كده ونقلب عشان الحموضة، ومعلقة صلصة برضو عشان تبقى حمرة زيادة، ونوطي عليها ونقفل. نيجي بقى اللحمة، دي كانت موزة عندي قطعتها، وانا بحب البرام بتاع البامية يكون المكعبات فيها في اللحمة صغير مش كبيرة. يعني ممكن لو اقل من كده شوية كمان، يعني مثلا القطعة دي تتقطع كمان قطعتين، يعني يتقطع 2. بحب تكون اللحمة صغيرة قوي، بتتاكل كده لو هاكلها بعيش. باخد قطعة كده مع صوص البامية بتبقى جميلة قوي. هحط بقى في الارضية طماطم، نرص الطماطم كده، وهننزل عليهم بقى باللحمة. طبعا اللحمة دي ما خدتش سوا كامل، هي تستوي مع البامية والصلصة في الفرن. يعني انا يا دوبك كده شوحتها. طبعا الموزة هي اصلا ما بتقعدش كتير، انتوا عارفين يعني. اديتها تشويحة كده، تشويحة بسيطة، ونزلت بقى بيها فردتها كده في البرام. انا ما جريتش الفيديو عشان تشوفوا كل حاجة. هننزل عليها بالصوص اللي اتبقى بقى من اللحمة، ونجيب حلة نشوح فيها ال ال البامية بمعلقة ليا، وبشر بصل. هنشوحها كده تشويحة. انا بحب الليا، يعني انا بدل مش هعمل لحمة ضاني، انا بحط في البامية ليا. مش عايزة براحتك، بس انا بشوف ان الليا في البرام البامية بتوديها في حتة تانية خالص. انا كانت البامية عندي مفرزاها فكانت مجمدة، نزلت مع المعلقة الليا وشوحتها. نيجي للبرام بقى هنرش عليه شوية فلفل اسمر، وشوية ملح،
وننزل بالبامية. هننزل بقى بالصلصة اللي احنا عاملينها. طبعا مش هتسبكيها قوي، يعني ما توصلهاش لان هي تبقى تقيلة، تبقى خفيفة كده، يا دوبك ايه البصل استوى خد من الطماطم، والطماطم اتعسولت شوية، بس مش إيه، مش اللي هي خدت تسبيكة كاملة، فاهمة؟ عشان طبعا انتي عارفة ان اللحمة لسه هتستوي. ودي شكلها بعد ما دخلناها بقى الفرن. انا ما ولعتش الشواية، انا سبتها تستوي من تحت لحد ما خلصت. طبعا عايزة الطماطم تبقى اتقل من كده ممكن تخليها تتسبك اكتر، بس انا بحبها كده. بحبها بقى مع رز ابيض او من العيش البلدي. جربوها وقولولي.